سلام الشباب، في اي دومين غادي نلقاو كاين الارقام القياسيه اللي متعلقه به، وهاد المره غادي نهضروا على الارقام القياسيه اللي كاينه داخل المنتخب المغربي. الحكايه بدات في 19 اكتوبر 1957 بالضبط في بيروت. هذا النهار هذا اللي كانت اول مباراه دوليه للمنتخب المغربي واللي كانت قدام منتخب العراق. خرجت هذه المباراه بالتعادل 3-3. كانت اول مشاركه للمنتخب المغربي في كاس العالم سنه 1970 اللي تنظمت في المكسيك، وقد هدد المنتخب المغربي بالانسحاب من البطوله الى ضمت اسرائيل في المجموعه اللي كتضم المغرب. اما بالنسبه لاكثر المنتخبات اللي لعب ضدها المنتخب المغربي، اولا كتجي تونس اللي لعبنا ضدها 50 مباراه، فزنا في 13، تعادلنا في 28 وخسرنا 9. المنتخب الثاني هو الجزائر اللي لعبنا ضده 36 مباراه، فزنا في 17، تعادلنا في 12 وخسرنا 7. اما المنتخب الثالث هو السنغال، لعبنا 30 مباراه، غلبنا 17، تعادلنا 6 وخسرنا 7. اما بالنسبه للهداف التاريخي للمنتخب المغربي وهو الاسطوره احمد فراس اللي قدر يماركي 36 هدف، مجموع مباريات 94 مباراة. أحمد فراس واللي شارك مع المنتخب المغربي ما بين سنة 1966 ل 1979. أما بالنسبة للمركز الثاني كاين صلاح الدين باسير ب 27 هدف 59 مباراة. أما المركز الثالث كاين حكيم زياش ب 21 هدف في 55 مباراة. أما بالنسبة ليوسف النصيري فعنده 17 هدف توازي مع عبد السلام الغريسي اللي شارك مع المنتخب المغربي 35 مباراة. اما يوسف النصيري عنده 65 مباراة. اما بالنسبه لاكثر لاعب شارك مع المنتخب المغربي المركز الاول غادي نلقاو نور الدين نيبت اللي شارك في 115 مباراة ما بين سنة 1990 و 2006. اما في المركز الثاني غادي نلقاو الاسطورة احمد فراس اللي قدر يشارك في 94 مباراة. اما بالنسبة للمركز الثالث غادي نلقاو القائد والكابيتانو رومان سايس اللي شارك 81 مباراة باحتساب مباراته الأخيرة ضد الكونغو في كأس إفريقيا. أما بالنسبة لأكبر فوز للمنتخب المغربي كان ضد المنتخب السعودي اللي قدر المغرب يشد لك السواد عطاهم قتلة سنة 1961 بالضبط في الدار البيضاء. سال هذا الماتش ب 13-1، وهذه حاجة منطقية لأنه في ذاك الوقت السعودية كانت كتعرف غير الجمال ومكة. لكن هاد الفرحة ما طولتش بزاف، ومن بعد 3 سنين فقط في 1964 خسارة قاسية ضد منتخب المجر في طوكيو. هاد المباراة واللي سالت ب6-0. دير سيف الفيديو، بارطاج، لايك، تابونا الى عجبتك القناه. تهلاو.